ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد ومقارنة جديدة. المقارنة بتاعت النهاردة ما بين تليفون اوبو A17 وبين هاتف انفينكس نوت 12 اي 2022. طب ليه المقارنة بين التليفونين دول بالتحديد؟ لان الاتنين نفس السعر $150، ولكن في واحد متفوق فيهم بنسبة كبيرة جدا عن التاني. تعالوا زي ما احنا متعودين في المقارنة نتكلم على اوجه التشابه، الاتنين متشابهين في ايه والاتنين مختلفين في ايه وانه واحد اقوى فيهم. لكن زي ما بقول دايما، لو عندك اي سؤال ما تنساش تكتبه في الكومنتات تحت، ولو عايز اي مقارنه برضه اكتبها في الكومنتات، لان بعمل كل المقارنات اللي بتطلبوها. ولو اول مره تشوف الفيديو يا ريت تشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد. خلينا الاول نتكلم عن اوجه التشابه ما بينهم، وبعدين نفتح الكرتونه نشوف كل كرتونه فيها ايه، وبعدين نتكلم على اوجه الاختلاف. زي مثلا ايه اوجه التشابه؟ زي ان الاتنين الظهر بتاعهم بالإضافة للإطار مصنوع من البلاستيك، فقط الشاشة هي اللي زجاج. يعني الانفينكس شاشته زجاج، اوبو شاشته زجاج، اما الفريم هنا والظهر بالكامل من البلاستيك. برضو الاتنين بيدعموا شبكات الاتصال الجيل التاني والتالت والرابع، اقصى حاجة فيهم 4G. تقدر تركب شريحتين في نفس الوقت هنا وهنا، بالاضافة لميموري كارد زيادة. زي ما انتم شايفين ده الاوبو A17، المكان ده اقدر اركب خطين وميموري زيادة. الانفينكس نوت 12 اي هنا برضو اقدر اركب خطين وميموري في نفس الوقت. طيب متشابهين في ايه؟ النقطة الرابعة ان الشاشة بتاعتهم واحدة، يعني نوع الشاشة هنا وهنا IPS LCD، جودة الشاشة هنا وهنا برضو HD بلس. كمان النقطة الخامسة المتشابهين فيها هي الرام، سرعة الجهاز هنا وهنا 4 جيجا رام، بس خلي بالك لأن المعالج مختلف تماما، في معالج فيهم أقوى من التاني بنسبة كبيرة. أما الرام 4 هنا 4 هنا. برضو نظام التشغيل في الاتنين أندرويد 12. الكاميرا الخلفية برضو متشابهين فيها، ولو إن هتلاحظوا إن في هنا كاميرا زيادة عن الأوبو. يعني الأوبو عدستين 50 ميجا بكسل، واحدة 2 ميجا بكسل. 50 ميجا بكسل الرئيسيه فاتت عدسه 1.8، وال2 ميجا بكسل اللي فاتت عدسه 2.4 بتاعت عزل الخلفيه. هنا 50 ميجا بكسل و2 ميجا بكسل ده فلاش، ده برضه فلاش. اما العدسه الثالثه دي 3 من 10 ميجا بكسل، فمش هنعتبرها مؤثره. يعني نفس الكاميرا. برضه المواصفات اللي موجوده في الكاميرا الخلفيه في الاثنين واحد، لان الاثنين فيهم تركيز تلقائي، اوتو فوكس، وضع عزل الخلفيه، البانوراما، الاتش دي ار، واعدادات الاي اس او. لو هصور فيديو بالكاميرا الخلفيه في الاثنين، اقصى حاجه معايا هي 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي. كمان نقطة متشابهين فيها وهو ان منفذ السماعة AUX موجود في الاتنين. زي ما انتم شايفين اقدر اركبها هنا واقدر اركبها هنا. برضو بصمة الاصبع هي نفس زر الباور هنا في الاوبو، اما لما تروح هنا برضو بصمة زر الباور اقدر اعملها بصمة الاصبع بتاعتي اللي بفتح وبقفل منه الجهاز. طيب ايه كمان متشابهين فيه الاوبو A17 والانفينكس نوت 12 اي؟ البطارية في الاثنين 5000 ملي امبير، والتليفونين ما بيدعموش للاسف خاصية ال NFC. دي كانت اوجه التشابه ما بين الاثنين. تعالوا نشوف ايه اللي موجود داخل كرتونة، وبعدين نتعرف النوت 12 اي 2022 متفوق تفوق كاسح في ايه عن الاوبو A17. ده بالظبط اللي موجود داخل الهاتفين. يعني الانفينكس نوت 12 اي هتلاقي كفر شفاف، وهتلاقي الدبوس المعدني لكتيب التعليمات، وهتلاقي ادابتر الشحن، وسماعه AUX واير الشحن اللي هو USB تايب سي. ده بالنسبه للانفينكس. اما لما نروح عند الاوبو A17 هتلاقي جوه هنا زي ما احنا متعودين كفر شفاف، بالاضافه لكتيب التعليمات والدبوس المعدني زي ما احنا متعودين، وهتلاقي ادابتر الشحن وواير الشحن. للاسف مفيش سماعه AUX زي اللي موجوده في الانفينكس. طيب ايه هي بقى اوجه الاختلاف، او بمعنى اصح الانفينكس نوت 12 اي متفوق في ايه على الاوبو A17؟ اول حاجه سرعه الانترنت. اتفقنا ان الاثنين اقصى حاجه معاهم 4G، ولكن سرعه الانترنت هنا في الانفينكس في الشبكه ال 4G 300 ميجا بايت في الثانيه الواحده، بخلاف الاوبو A17 اللي اقصى سرعه ليه في الشبكه ال 4G 150 ميجا بايت في الثانيه الواحده. كمان حاجه الاثنين مختلفين فيها هو ان الانفينكس مساحته 128 جيجا، بخلاف الاوبو اللي مساحته 64 جيجا فقط. يعني هنا ضعف المساحه مع ان الاثنين نفس السعر. كمان الشاشه بتاعه الانفينكس 6.8 انش، يعني الشاشه كبيره، بخلاف الاوبو اللي للاسف الشاشه اصغر لانها 6.5. يعني الشاشه هنا اكبر ب 3 من 10 انش.
واحنا لسه عند الشاشه حاجه جميله جدا، وهو ان الانفينكس معدل تحديث الشاشه بتاعه اعلى لانه 90 هرتز، بخلاف الاوبو اللي معدل تحديث الشاشه 60 هرتز فقط. كمان دقه الشاشه في الانفينكس 720 في 1640 بكسل، اما هنا 720 في 1612، يعني الدقه برضو اعلى في الانفينكس. المعالج بقى، الاثنين المعالج بتاعهم ميديا تك هيليو، ولكن الانفينكس المعالج بتاعه الجديد ميديا تك هيليو جي 85، اما الاوبو اي 17 ميديا تك هيليو جي 35. مع ان التليفونين نازلين في نفس الوقت والتليفونين نفس السعر، ولكن المعالج هنا والمساحه والكاميرا والشاشه كل حاجه اقوى في الانفينكس نوت 12 اي. طيب منفذ الشحن هنا كده في الانفينكس يو اس بي تايب سي، علشان التليفون يدعم الشحن السريع، مع ان البطاريه هنا وهنا 5000، ولكن ده تقدر تشحنه بسرعه. اما منفذ الشحن الموجود في الاوبو للاسف مايكرو يو اس بي، فشحنه بطيء جدا. يعني الانفينكس نوت 12 اي اقوى بكتير في المعالج والكاميرا وسرعه الشحن والشاشه وكل حاجه عن الاوبو اي 17، مع ان الاثنين سعرهم 150 دولار. اللي عايز اي مقارنه زي ما طلبتوا المقارنه دي يكتبها له في الكومنتات، واللي محتاج اي سؤال برضه اكتبه في الكومنتات، لان برضه على كل الاسئله. ما تنساش تشترك في القناه وتضغط لايك عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في مقارنه جديده وفيديو جديد قريب. سلام.